السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو مهم جدا لكل حد بيصلي، وبالذات في فصل الشتاء اللي احنا فيه ده، والجو برد وحاجة صعبة جدا. طبعا في الفترة دي محدش فينا يقدر يستغنى عن الشراب الجورب، وبالذات لو هيتوضى بماء ساقع في الوقت ده. ربنا سبحانه وتعالى رخص للمقيم ان هو يمسح على الشراب يوم بليله، وللمسافر 3 ايام بليالي. بس في شويه حاجات مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها قبل ما نمسح على الشراب. اول حاجه، ما ينفعش تمسح على الشراب القصير اللي هو تحت العظميتين اللي في الرجل. لازم يكون الشراب فوق العظميتين. تحت العظميتين ما ينفعش وضوء، ما ينفعش صلاه. تاني حاجه، وبالذات للنساء، ما ينفعش الشراب يكون شفاف، لازم يكون شراب تقيل شفاف. ما ينفعش عليه مسح، ما ينفعش صلاه. تالت حاجه، لو الشراب فيه قطع مثلا قد الجنين معدن كده، ما ينفعش عليه مسح، لازم الشراب يكون سليم او القطع اللي فيه صغير. رابع حاجه، وفي ناس كتير جدا بتقع فيها، ان المسح بيكون على الشراب من فوق مش من تحت، ولازم تكون لابسه على وضوء. المسح بيكون من فوق مش من تحت. حاجه كمان مهمه جدا، لو انت مسحت على الشراب مسحه وقلعته، وضوءك كله بيبطل، ولازم تتوضى من اول وجديد وتلبس الشراب تاني. لكن انت لو اتوضيت ولبست الشراب بعدين قلعته ولبسته تاني من غير ما تمسح عليه، مفيش مشكله، وضوءك سليم ومتعيدوش تاني. بس كده، اتمنى اكون افدتكم. السلام عليكم.